اخواتي وحبايبي طلاب الثانويه العامه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا مش جاي النهارده عشان اقولك ازاي تذاكر، انا جاي عشان اقولك ازاي تكمل. هنبدا الفيديو بكام نصيحه على السريع كده، وهقولك خطه ال50 يوم اللي انت هتمشي عليها. بس قبل ما نبدا اتاكد ان انت مشترك في القناه علشان الفيديوهات اللي احنا هننزلها الفتره الجايه توصلك في ميعادها. يلا بقى من غير مقدمات كتير نبدا في الفيديو بتاع النهارده. اول حاجه هكلمك عليها النهارده جلد الذات، وده عند معظمكم. بص، مش كل يوم تصحى وتقول لنفسك انا ضيعت وقت، انا فشلت، انا خلاص متاخر، مش هلحق. كل ده جلد ذات وعلى الفاضي. الكلام ده صدقني بيهدمك من جوه، وكمان بيخليك تبدا اليوم بتاعك وانت شايل هم من اول دقيقه. بص، انا عايز اقولك على حاجه، مفيش حد ما عندوش تراكمات، كلنا عندنا تراكمات، بس في فرق ما بين واحد كمل وواحد تاني استسلم. وخلي بالك اللي بيكمل ده هو اللي بيوصل، حتى لو بادئ متاخر، لان العبره دايما بالنهايه. وتاني حاجه هكلمك عليها النهارده، ارجوك خلي هدفك واضح. انت في سباق مع نفسك، مش في سباق مع زمايلك. انا عايزك كل يوم تقوم وتكمل وتثبت لنفسك اللي انت هتقدر. سيبك من اللي بيذاكروا 15 ساعه في اليوم، خليك في حتتك، خليك في اللي تقدر عليه. دايما لما تيجي تقارن نفسك، قارن نفسك دلوقتي بنفسك زمان. ودي نصيحه من قلبي هتطول معاك طول حياتك، مش بس في الثانويه العامه. خدها قاعده كده، لما تيجي تقارن نفسك قارن نفسك بنفسك، مش بواحد تاني صاحبك ولا واحد تاني ما تعرفوش. فنصيحه مني، خليك في حالك، لان كل واحد وظروفه. وتالت حاجه اكلمك عليها النهارده، التعب. بص، التعب ده ليه معنى. انت مش بتتعب علشان الكتاب، انت بتتعب عشان نفسك ومستقبلك. كل مره بتفتح فيها الكتاب وانت مش طايقه، ولا كل مره بتقوم تذاكر فيها وانت تعبان، ولا كل دمعه نزلت عليك وانت مضغوط. كل ده ليه معنى، وكل ده مش هيروح هدر، لان ربنا بيقول ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. ونصيحه مني قبل ما نخش في الخطه بتاعت ال50 يوم، عايز اقول لك رتب يومك ببساطه. مش لازم جدول معقد، اعمل جدول على حسب قدراتك، مش على حسب قدرات واحد مثلا هاي كلاس ما عندوش تراكمات. لا، اعمل جدول بالنسبه ليك انت، بالنسبه لقدراتك انت. كتبت فيه 6 ساعات في اليوم، يبقى انت متاكد من جواك ان انت هتعرف تذاكر ال6 ساعات. كتبت 4 ساعات، يبقى انت هتعرف تذاكر ال4 ساعات. ما تبقاش بقى انت بتجيب اخرك في 6 ساعات وتكتب جدول 12 ساعه مذاكره، ده غلط. فانت لازم تكتب جدول معقول تمشي بيه. تعالى بقى نخش على خطه ال50 يوم عشان تلم المتراكم عليك. بص، انا قسمتهم لك ل3 مراحل. اول مرحله اللي هي اول 10 ايام من ال50 يوم، والمرحله دي انت هتكسر فيها التراكمات بتاعتك. ابدا بماده واحده بس كل يوم، وراها ماده تانية خفيفه. عايزك تركز على الفهم حتى لو مش بتثبت المعلومه بنسبه 100%، وتستخدم فيديوهات شرح سريع او تذاكر بالملخصات والخرائط الذهنيه. كل درس تخلصه خش على طول حل عليه من 10 ل 15 سؤال. وبالليل انا عايزك تراجع حاجه كنت فاهمها قبل كده كنوع من التثبيت مش اكتر. والمرحله الثانيه بقى من اليوم ال11 لليوم ال35، والشغل الحقيقي والفهم الكويس هيبدا من المرحله دي. هتقسم اليوم ل3 مرات. الفتره الاولى اللي هي اول فتره في اليوم هتخليها الماده صعبه، هتحل وتراجع عليها. الفتره الثانيه هتخليها الماده مفهومه، انت كنت مذاكرها قبل كده بس هتبص عليها تاني كنوع من التثبيت. الفترة الثالثة بقى فترة المواد اللي عايزة حفظ. وخد النصيحة دي مني، لما تيجي تذاكر ذاكر بورقة وقلم وصوت عالي، وكل سؤال ما تعرفوش وانت بتحل اكتبه في نوتة خاصة بالأسئلة، سميها مثلا أسئلتي. ولازم برضه وانت بتراجع تمسك الأسئلة اللي انت غلطت فيها قبل كده وتحلها تاني مع نفسك، علشان لو جاتلك في الامتحان ما تغلطش فيها تاني. المرحلة الثالثة بقى آخر 15 يوم من ال50 يوم، ودي مرحلة الامتحانات. أنا عايزك في المرحلة دي بقى تعمل امتحان لنفسك حقيقي كل يومين، وتحط وقت حقيقي لنفسك كأنك في الامتحان بالظبط، كأني ده امتحان آخر السنة. وبعد ما تخلص الامتحان راجع غلطاتك، شوف دي غلط ليه والصح بتاعها، واكتبه في النوتة بتاعت أسئلتي. وفي المرحلة الأخيرة لازم تخفف كمية المذاكرة وتزود من اللمسات الفنية اللي هي اللمسات الأخيرة، زي اللي انت تبص كتير على الملاحظات، تحل أسئلة من مصادر جديدة، تبص على كل الغلطات بتاعتك في النوتة بتاعتك، وهكذا. واوعى تنسى الفرصة لسه في ايديك والحلم لسه على السطر. اوعى تيأس، لسه في وقت. والخطة بتاعت ال50 يوم دي انت لو مشيت بيها هتلم كل اللي عليك. الفكرة في الالتزام، اللي انت تنظم وقتك صح، تستغل كل دقيقة لصالحك، لان كل ثانيه بتعدي عليك وخصوصا في الفتره دي يا اما بتقربك اكتر لحلمك يا اما بتبعدك عنه. فانت قوم واشتغل، لان ربنا شايفك واكيد هيعوضك على نيتك وتعبك. بس اهم حاجه ما تسيبش نفسك، خلاص ما تسيبش نفسك. لسه في فرصه ولسه في وقت ولسه في طاقه انت ما طلعتهاش من جواك. الوقت ده معمول عشان تطلع كل طاقتك، تدي للثانويه العامه كل مجهودك. فنصيحه مني، استغل الوقت ده لصالحك وامشي في خطه ال50 يوم اللي قلت لك عليها. يعني حاول تجيب ورقه وقلم كده وتكتب الخطه اللي انا قلت لك عليها، صدقني هتنفعك جدا وهتلم كل المتراكم عليك. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده، واتمنى بجد من قلبي ان انت تكون استفدت ولو بنسبه 1%. ما تنساش بقى تشترك في القناه عشان الفيديوهات اللي احنا بننزلها على طول توصلك في ميعادها باذن الله، ومفيش حاجه تفوتك. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.